أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله الصباح ومرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. البث يوجد عبر ثنائيتي الفيسبوك وكذلك التيك توك، إذا من فضلكم لا تنسوا تشير اللايف وكذلك وضع علامة إعجاب على الفيديو. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنتحدث عن 9 من شتنبر الذي يحمل ذكرى بالنسبة للشعب الصحراوي. إذن رجاء لا تنسوا مشاركة هذا الرابط. شكرا لكم كاملين. إذن هذا بث 17 من شتنبر 2024. سنتناول هذا الحدث من خلال مقال لمدير التلفزيون الصحراوي محمد سالم أحمد العبيد. تحياتنا لأهالينا في مخيمات العزة والكرامة، مخيمات اللاجئين الصحراويين، وتحياتنا أيضا لأهالينا الصامدين في وجه الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وفي منطقة وادنون المحتل. ونحيي أيضا أحرار وحرائر المغرب الذين آخذين في الازدياد في الآونة الأخيرة. ولا ننسى كذلك أن نحيي مشاهداتنا ومشاهدينا في الجزائر وفي موريتانيا وفي تونس وفي ليبيا، وكذلك كل جالياتنا الصحراوية المتواجدة في الخارج، وعلى رأسها الجاليات الصحراوية في أوروبا، لأنها فعلا تقوم بجهد مهم جدا في دعم القضية الوطنية الصحراوية. قبل أن نناقش موضوعنا لهذا الصباح لابد من الإشارة إلى أن اليوم الأنظار مرحبا سهلا ديزات أن الأنظار تتجه بالأساس إلى المغرب، تتجه إلى زريبة محمد السادس التي تعيش وضعا استثنائيا هذه الأيام. فمدينة الفنيدق عاشت في الساعات الماضية حدثا مختلفا. هذا الحدث تمثل في هجرة جماعية كبيرة للمغاربة نحو سبتة، وهذه الهجرة هي إنذار خطير جدا لنظام محمد السادس، وقد تعامل معها هذا الأخير بنظرة أو بالقوات القمعية. أي بس بعد خير. هذه القوات القمعية استعملت كل أصناف الإجرام اللي معروف به نظام محمد السادس، ونكلت بالشباب الذي فكر في الهجرة. اليوم الجميع استفاق على هذه الصور. هذه صور ليست من سجن أبو غريب ولا من أي بلد ديكتاتوري آخر، هذه صور من المغرب، من مغرب محمد السادس الذي يرأس المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف. إذن هذه الصور هي صور حقيقة مؤلمة، هي صور غير مقبولة بتاتا في 2024، ولكنها عادية في المغرب لأن النظام الملكي في المغرب معروف بهذه الممارسات. إذن هنا نشاهد مجموعة من الشباب المغاربة وقد جردوا من ملابسهم وهم على مسافة قريبة جدا من سيارات القمع المغربية، وقد كبلوا بطريقة مهينة جدا هم هذو. وهذه الصورة بالتأكيد سيكون لها ما بعدها، لأنها الآن آخذة في الانتشار على المستوى الدولي، وستزيد وضع حقوق الإنسان في المغرب قتامة، لأنها غير مقبولة بتاتا. أطفال صغار اللي مسؤول عن هذا الوضع الذي يوجدون فيه هو مسؤول عنه طبعا النظام الملكي. النظام الملكي هو المسؤول عن هذه الصور، مسؤول عن هذه المشاهد، ومسؤول عن هذا العمل المشين الذي ارتكب في حق الشباب المغربي. وهؤلاء الشباب كان مفروض عليهم يكونوا اليوم في حجرات الدراسة. هذا الشباب كان مفروض عليهم يكونوا اليوم يدرسوا ويتعلموا ويبنوا المغرب، ولكن يبنوا المغرب مع من؟ يبنوا المغرب مع ملك ديكتاتور، مع ملك مجرم، مع ملك فاسد، مع ملك يفكر فقط في تنمية ثروته الذاتية، في أن يصبح ملياردير في الوقت اللي الشعب يموت من الجوع. هؤلاء الشباب كان مفروض على أنهم يبنوا بسواعدهم مؤسسات المغرب ويعيشوا في أمن وأمان، لأن المغرب لا تقصه الثروات. المغرب ما عنده مشكلة في الثروات، المغرب ما عنده مشكلة في الثروات، المغرب عنده مشكلة في تدبير الثروات. المغرب غني من حيث الثروات الفلاحية والمعدنية
والسياحية وكل شيء، ولكن سرقت من طرف شخص واحد، من طرف نظام واحد يعيش في القصور، والشعب يعيش في الملاجئ، يعيش في الكهوف، ويعيش يعني على مشارف الحدود البحرية، يفكر في الهجرة ويفكر في الهرب. يعني نشوف اليوم أن الشباب مغاربة يفكرون في هذا الوضع. إذا ما نشوفوا مثلا هذه الصورة كذلك مخجلة، هذه صورة مخجلة، هذه صورة مقربة لما يعيشه المواطن المغربي والشاب المغربي في المغرب. إذا اليوم من المسؤول عن هذا الوضع؟ الجزائر. المخابرات الجزائرية هي اللي مسؤولة عن هذا الوضع. الجزائر هي اللي تسبت في هذا الوضع. الجزائر والمعارضين المغاربة والصحراويين كذلك اللي ينشطوا في الخارج هم اللي مسؤولين على هذا الوضع، هم اللي خلاوا المغاربة يهربوا من المغرب وكانوا لهم ثرواتهم ودمروا الفلاحة ودمروا الاقتصاد ودمروا كل شيء. والبوليزاريو هي المسؤولة عن هذا الوضع، وقوة خارجية هي المسؤولة عن الوضع. ومحمد السادس لا بريء، محمد السادس ما عنده حتى مشكلة، العكس، يعني لا هو عنده علاقة بهذا الموضوع، ولا هو اللي متسبب في هذا الوضع، ولا هو اللي عنده هذه القوات القمعية. شوفوا كم من القوات القمعية حركوها لمنطقة الفنيدق، وشوفوا الإمكانيات اللي خسروها على القوات القمعية وعلى أكلهم وشربهم ومبيتهم وتنقلاتهم ومحروقاتهم وسياراتهم والصيانة وكل شيء، من أجل باش يفرضوا الصورة الحقيقية لنظام محمد السادس اللي هو نظام قمعي، ما عنده من الحلول إلا القمع، ما عنده من الحلول إلا أنه يجردك من إنسانيتك، ما عنده أبدا من الحلول إلا أنه يفرض عليك الديكتاتورية. بغيت تعيش في الديكتاتورية خاصك تسكت، ما بغيت تعيش في الديكتاتورية تدخل الحبس. يعني إما بغيت الحبس الكبير ولا بغيت الحبس الكبير الصغير. إذن ها الحبس الكبير هو المغرب، والحبس الصغير هو الحبس اللي مسؤول عنه التامك اللي توكل فيه العدس وتوكل فيه العصا والقنينة والعذاب والقمر والوسخ وكل المصائب. إذن المهم أنت كمغربي مشروع سجين في المغرب. يعني لما تنخلق في المغرب وتبقى في المغرب أنت مشروع سجين، يا إما في السجن الأكبر يا إما في السجن الأصغر. اختار، بغيت تختار، يخلوا لك على الأقل يخلوا لك حرية الاختيار. وغالبية المغاربة قابلين بالسجن الكبير، ما هم باغين السجن الصغير، يعتقدون على أنه كاملين ممكن يمشوا للحبس. لو كنتم تعتقدون على أنكم كاملين تمشوا للحبس لكنتم انتفضتم كاملين وغيرتم من الحال، لأن هذا الحال هو لا يسر أي إنسان بعقله، لا يسره هذا الحال. أي إنسان فيه ذرة من الإنسانية ويفهم يعني الأشياء على حقيقتها، هذا الوضع ما هو مقبول بتاتا. وضع الركود، الموت السريري. المغرب ميت، المغرب مات. المغرب اللي من قتل المغرب ليس هو الشعب المغربي، اللي قتل المغرب هو الملوك اللي يحكموا، لأن ليست لديهم الكفاءة للتسيير. هذو الملوك لا علاقة لهم بالتسيير. هذو الملوك يفهموا في التملك، يفهموا في كيف يحصدون الثروة. يعني فين ما كاين الثروة يسرقوها، ولكن باش يخدموا الثروة وباش يخدموا الشعب وباش يخدموا الثروة البشرية اللي هي البشر، اللي هي أغلى ثروة في العالم، طبعا لا يستطيعون. وبالتالي كل من تبعهم، يعني كل من يتبع الآن الملك يعني وماشي في صف الملك، هو عارف راسه بأنه سيدخل في الحيط. يعني أي حد يفكر على أنه الملك هو اللي ممكن ينقذ المغرب من هذا الوضع راه ماشي معاه الحيط، اللي يخبطكم الحيط الاثنين. وهذا اللي حدث في الفنيدق هو مجرد بداية، ما عندكم تشكوا عنه حادث ولا هي ينتهي، لا، هذا راه فقط بداية ليه تبقى. وكل مرة لا يتم يكبر العدد إلى جات 60,000 مرة هاي المرة، فإن العدد المرة المقبلة اللي هي ربما يتجاوز 1,000,000، ومن بعد 2,000,000، ومن بعد 3، ومن بعد 4، ومن بعد 5. آنذاك كانوا المغاربة يمشوا يظاهروا في المدن، كانوا يعدلوا مظاهرات في المدن، ولكن مظاهرات في المدن ما هي فايدة بشيء. اليوم لا يكون توجه نحو الخرجات على مستوى سبتة وعلى مستوى الحدود، باش يقول لكم احنا رانا بغينا نهربوا من المغرب، ماشي بغينا نبقاو في المغرب.
احنا ماتينا متظاهرين وسط المغرب باش تصلحوا لنا المغرب. احنا عارفين عنكم لن تصلحوا ابدا المغرب، بالتالي خلونا نمشوا من المغرب وسترون سترون. إذا نمشوا لموضوعنا. كما قلت تجربة الشعب الصحراوي هي تختلف عن تجربة الشعب المغربي. تجربة الشعب الصحراوي هو على أنه الشعب يقاوم من أجل حريته الكاملة. يعني حرية الشعب الصحراوي لا يساوم فيها، ما فيها مراحل، ما فيها يقول نحصل على هذه ونخلي هذه ونحصل على هذه لا. الشعب الصحراوي من نهار دخل عليه الاحتلال المغربي في 75 قرر على أنه يستقل، قرر على أنه يكون دولة صحراوية اسمها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في أرض الصحراء الغربية. بالرغم أنه الحسن الثاني المقبور جاهم بالجيش وجاهم بالدبابات وجاهم بالرصاص وجاهم بالنار، ولكن الشعب الصحراوي قال كلمته في 75 ومازال متمسك بنفس الكلمة إلى يومنا هذا ونحن في 2024. وهذا ما سنقف عليه من خلال هذا المقال اللي كتبه مدير التلفزة الصحراوية. إذا شوفوا الشعب الصحراوي انطلق في 75 ما عنده دولة، يعني في 75 انطلق ما عنده دولة، انطلق 75 ما عنده جيش، انطلق 75 ما عنده شرطة، انطلق 75 ما عنده وزارات، انطلق 75 ما عنده ياسر من المقومات اللي تجعله يعني يصنف آنذاك في إطار دولة صحراوية. ولكن عدل الشعب الصحراوي. بماذا قام الشعب الصحراوي بعد ذلك؟ أسس كل ذلك في هذه المرحلة. يعني أسس دولته الصحراوية في عام 1976، وأسس جيشه الصحراوي، وأسس كذلك شرطته الصحراوية، وأسس دركه الصحراوي، وأسس ترقيم السيارات أيضا في الدولة الصحراوية، وأطلق عملية دبلوماسية أعطته اليوم اعترافات أكثر من 80 دولة في العالم، وكذلك تواجد دبلوماسي حتى في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الإفريقي وغير ذلك من الإنجازات التي ربما لا يسعفنا الوقت باش نذكرها. إذن الشعب دائما هو سيد نفسه، الشعب دائما هو سيد نفسه. إذا عندك شعب عندك دولة، لما عندك شعب ما عندك دولة. الآن أنتم كشعب مغربي اللي يخصكم هو التأطير. مشكلة الشعب المغربي هو التأطير، وهو التربية على النضال، تربية على الثورة، تربية على انتزاع الحقوق، تربية على كراهية العبودية. لأنه اللي واقع الآن في المغرب هو على أن المغربي أصبح يعني قابل بالعبودية، يعني يعتبر العبودية جزء من تفاصيل حياته، بينما الشعب الصحراوي قطع مع العبودية بل لم يستعملها أبدا. إذن هناك حدث مهم هو 6 سبتمبر اللي قبل فيه الشعب الصحراوي على أنه يوقف الحرب عن جيش الحسن الثاني الغازي وينطلق في مرحلة سلمية ستؤدي في النهاية إلى تقرير المصير، إلى الاستفتاء وتقرير المصير في الصحراء الغربية برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. إذا نشوفوا قدرة الشعب الصحراوي على أنه فرض قضيته في المنتظم الدولي كالأمم المتحدة وفرضها كذلك في الاتحاد الإفريقي. ثم كمغاربة أنا أسألكم إيش من قضية عندكم؟ ما هي قضيتكم؟ قضية الخبز؟ قضية الرغيف؟ شنو قضيتكم أنتم في المغرب؟ ما هي قضيتكم؟ إيش اللي تدافعوا عليها في المغرب؟ العيش راه طائر، عيش طائر الذي يغدو اسمه يمشي مع صباح جيعان ويرجع عشية النهار شبعان. شنو مشكلتكم؟ شنو هي قضيتكم؟ ما هي قضيتكم في المغرب؟ على ماذا تناضلون؟ ليش موجودين انتم في هذه الحياة؟ نسألكم انتم كمغاربة شنو هي قضيتكم اللي تدافعوا عليها في هذه الأرض؟ يعني تواجدكم على الكرة الأرضية لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل الخبز؟ خبز راه عندكم في المغرب. ليش انت شنو المعركة اللي تخوضوها الآن؟ يعني شنو هي معركتكم؟ المشكلة في الوعي. يعني المشكلة في الوعي. لما يكون عندك الوعي تطرح هذه التساؤلات، لما يكون عندك الوعي ما تطرح هذه التساؤلات. تفكر بحال البهيمة، يظهر لك الخبز في إسبانيا تطير للخبز في إسبانيا، يظهر لك الخبز في فرنسا تطير للخبز في فرنسا.
يظهر لك الخبز في تركيا تمشي تتبع الخبز في تركيا، أو تتبعه في السعودية، أو تتبعه في الإمارات، أو تتبعه في أمريكا اللاتينية، ولكن أنت تتبع الخبز، تتبع الأكل باش تعمر كرشك، بينما اللي يتبع كرشه هو الحنش. إذا الشعب الصحراوي، إلى الشعب الصحراوي كانت عنده يعني قضايا أساسية ومهمة باني عليها قضيته، اللي هي قضية استقلال الصحراء الغربية، وبدأ بالدفاع عن وطنه في ظل غياب الإمكانيات، واستطاع في 16 سنة، يعني 16 سنة من النضال ضد النضال العسكري بالدم، يعني الدم والأرواح والاستشهاد والتضحيات والأسر والجرح، شيء يعني صعب على أنه الإنسان في المغرب يستوعبه. هذه 16 سنة ضد واحد الديكتاتوري قال له مقبور الحسن الثاني، اللي كان بمجرد لما يتكلم في المغاربة ينباطحوا المغاربة. يعني بمجرد أنه الحسن الثاني عليه لعنة الله إلى يوم الدين، بمجرد يخطب في القطيع يجر القطيع فين ما بغى. احنا كشعب صحراوي كان بمجرد يخطب فينا الحسن الثاني يزداد فينا الحماس للدفاع عن قضيتنا، يزداد، ونبين له التحدي ونزيدوا معاه التحدي. والنتيجة أنه بعد 16 سنة من الحرب جاب جيوشه كاملة واستسلم هو بنفسه، طلب وقف إطلاق النار هو بنفسه. الحسن الثاني عليه لعنة الله إلى يوم الدين هو بنفسه طلب وقف إطلاق النار، قال أنا أريد أن أتوقف عن الحرب لأن الحرب ما أعطتني شيء في 16 سنة، لأنني وجدت أمامي شعبا مناضلا. كان يقولها ضمنيا، أنا وجدت قدامي شعب يقاوم، شعب مستعد للتضحية، شعب لا يهزم، شعب ما قديت نغلبه في المعركة، بالتالي نفضل على أنني نمشي في المسار السياسي. وصدقت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب آنذاك هذا الخطاب، اللي هو خطاب ملك مخادع. المقبور الحسن الثاني هو ملك مخادع خائن من عائلة الخونة ومن سلالة الخونة، ولا يشتغل إلا بأسلوب الخيانة والغدر ونكث العهود، وهذا معروف يعني عليهم من زمان، ولو لم يكونوا على هذه الشاكلة ما كانوا أصلا استمروا في المغرب كل هذه القرون. إذن قبل الشعب الصحراوي على أنه يمشي للاتجاه الآخر اللي هو اتجاه السلم، وقبل بمشروع مخطط التسوية اللي كانت ترعاه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وانطلق الطرفان إلى تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. أعلن آنذاك المقبور الحسن الثاني قبوله بالاستفتاء. أنا ليه نسمعكم يعني تصريح الحسن الثاني وهو يقبل بالاستفتاء. من فضلكم كبسوا. Devant le drame qui nous confrontait et qui nous affrontait, nous empêchant de réaliser nos idéaux économico-sociaux dans la région. Et beaucoup de pays africains, à tort ou à raison, ont dit qu'il fallait absolument faire un référendum d'autodétermination dans le Sahara occidental. Dans le Sahara Dans le Sahara Dans le Sahara occidental. Dans le Sahara occidental. هل الصحراء ماروكا؟ لا، ماشي الصحراء ماروكا. هل الحسن الثاني خائن لما يقول الصحراء الغربية؟ ها؟ اللي قال لكم الصحراء الغربية خائن. الحسن الثاني قال لكم الصحراء الغربية في الأمم المتحدة.
لماذا؟ لأن الحسن الثاني عارف عنها إن قال لها الصحراء الغربية. في الأمم المتحدة ما ينقال لها الصحراء المغربية. في الأمم المتحدة ما كاين ولا وثيقة واحدة تقول الصحراء المغربية، ما كاين، لا توجد، توجد فقط في مخيلتكم. والنظام الملكي عارفها، ولكن ما يقد يقول لكم الحقيقة ويحاول يهرب عليكم بالكذب. ولكن على من يكذب؟ يكذب على صغار العقول، الناس اللي عندهم عقل صغير، اللي لا يستوعبون التاريخ، اللي باغين يتموا دائما مستمرين في الضلال، شايفين النور ولكن يبغوا يمشوا في الظلام، شايفين الحقيقة ويبغوا يمشوا في الكذب، ويبغوا يتبعوا الكذب إلى النهاية. بينما هو الحسن الثاني بنفسه تبع الكذب، وفين أدى به؟ أدى به لأنه مات وخلى المشكلة لمحمد السادس. والآن محمد السادس لا يموت ولا يخلي المشكلة للحسن الثالث. المشكلة ما انحلت، مشكلة ما انحلت، وما تنحل إلا بالشجاعة. شجاعة الملك يعترف، يقول فعلا أنا احتليت الصحراء الغربية، نحتليتها، وخلي الشعب الصحراوي على أنه يقرر مصيره. إلا بغى يكون مغربي يكون مغربي، بغى يكون صحراوي صحراوي، ولكن على الأقل يقرر الشعب الصحراوي. ولكن الملك عارف على أنه الشعب الصحراوي إذا قرر مصيره لا يصوت على الاستقلال، وتضيع هذه الكذبة كاملة اللي ماتوا عليها وحدين طبعا بدون وجه حق. إذن كان هذا هو قرار، كان قرار يعني مقبول من الحسن الثاني نفسه، وعبر عن ذلك في الأمم المتحدة مباشرة. احنا كنا شاكين عن الحسن الثاني صاحب عهد، احنا كنا شاكين عن الحسن الثاني إنسان صاحب مواثيق، إذا قال لك كلمة يوفى بها. كنا شاكين عن الحسن الثاني راجل، بالمعنى الدارجي في المغرب راجل، إلا أعطى الكلمة يموت عليها، إلا أعطى الكلمة يوفى بها. هذا الشيء اللي كنا شاكين عن الحسن الثاني. ولكن الذي بدأ والذي ظهر مع الوقت على أن الحسن الثاني لا عهد له، كذاب منافق. كيف حاله حال أولئك الذين يفكرون بمنطق الحسن الثاني؟ يعني أي حد يفكر بمنطق الحسن الثاني هو غدار، هو منافق، هو كذاب. التاريخ الآن أنا نتكلمك على التاريخ. الحسن الثاني أعطى عهد على أنه ينظم الاستفتاء، منين شاف راسه بأنه مهزوم في الحرب مشى الاستفتاء، أعطى العهد، الناس اعتبرته راجل. ولكن الأيام بينت على أنه شماتة، بينت الحسن الثاني شماتة، وبينت بأنه كل اللي يمشي بفكر الحسن الثاني شماتة وغدار ومنافق ومخادع ولا يؤتمن له. هذا هو اللي ثبت الزمن على أن الحسن الثاني شماتة، وبأن الناس اللي تربوا تربية الحسن الثاني تربوا تربية الشمايت. ما هم رجالة، راه موجودين، لا النساء نساء ولا الرجال رجال، اللي كاملين يعني يفكروا بتفكير الحسن الثاني شمايت، اللي منهم الرجال شمايت، واللي منهم كذلك نساء ما عندهم عهد، ما عندهم تربية، ما عندهم أخلاق، ما عندهم هدف، ما عندهم حتى شيء. ولا يستطيع حد أنه يعقد معاهم اتفاق، لأنه الاتفاق علي وعليك. من تعطيني اتفاق ونمشوا للاتفاق خاصك تكون راجل تتحمل النتائج، ماشي تهرب من تشوف راسك بأنك منهزم تهرب وتتخلى عن التزاماتك. معنى على أنك ما عندك الشجاعة باش تكون شجاع مع الناس اللي يعطوك الشجاعة. وإحنا في الحقيقة ما نحتاج نبين لكم شجاعتنا ورجولتنا، إحنا التاريخ يسجلها. إحنا تمينا رجالة، والنساء عندنا نساء إلى يومنا هذا. حتى في مواقع التواصل الاجتماعي إحنا ناس ندافع عن قضيتنا بهدوء، بلا كلام خاسر، بلا تسلقيط، بلا قلة أداب، بلا أي شيء ندافع عن قضيتنا. بينما النظام المخزني باش يدافع عن قضيته يدافع عنها بالسب وبالشتم. شكون اللي دافع عن الحسن الثاني الآن؟ ومحمد السادس. السكير، العربيد، البزناز، العاهرة عزكم الله اللي خدامة في لي بواط دو نوي في أوروبا، الشمكارة، حاشاكم السلقوطة. شكون اللي دافع على الحسن الثاني ومحمد السادس من غير هاي الأشكال؟ والله لن تجد إنسان محترم يدافع على محمد السادس، هذه مؤكدة. لن تجد لما جيت شخص معين يدافع على محمد السادس الآن في مواقع التواصل الاجتماعي
تجد فيه هذا الشيء، تعتبرها شيء سلقوطة، ما عند بابها لا أصل لا فصل لا بو لا أخ لا عائلة، ما تحشم من حد. والله تلقى واحد بزناس كيف هذا اللوبو اللي في إيطاليا يبيع الحشيش، ممنوع من المغرب 30 سنة ما يقدر يدخل المغرب، لأنه إذا دخل المغرب يمشي للحبس. والله إلا مشيت تشوف ذوك اللي يخدموا معاه، والله اللي يدافعوا معاه شكون هما النباحات، واحدة طايح فمها من الحشيش، واحدة طايح فمها من الشراب، واحدة كانت تشرب الماحية، واحدة ما عرفش كانت تسمو، واحدة كان مازالت في تركيا ما عرفش تعدل، واحدة راهي في السعودية حتى هي، واحدة تنتمي لشي شبكات الدعارة. هذا هو المشهد. ما تصبر واحد محترم، حتى ذاك الفيزازي الشيخ حنان اللي حيث قد الخلاء أكبر من الشطابة، ولكن منافق. هو الوجه الحقيقي للدين عند محمد السادس، منافق، واحد منافق مازال تابع المراهقات عندهم 17 سنة، هو على مشارف الموت. يعني إنسان على مشارف الموت عنده كذا 60 سنة والله 70 سنة، لحيث قد الخلاء أجلسوه على القنينة، كان يكفر محمد السادس، ما تلاقي يكفر محمد السادس بعد 30 سنة من الحكم. أنا حضرت له المحاكمات، أنا حضرت في الجلسة اللي كانوا يحاكموا فيها لما كنت مراسل للMBC. في التالي قلب الآن عاد يطبل ليلا نهار، وسبحان الله يكذب باستعمال آيات القرآنية، يكذب يعني تصوروا، يستعمل كلام الله من أجل الكذب على الناس اللي تابعوه، ظنا منه بأن الكذب سيغير التاريخ. التاريخ ما يتزور، التاريخ أبدا ما يتزور، والتاريخ ما يمكن أبدا حد يقفز عليه، والتاريخ هو اللي يبنى عليه الحاضر والمستقبل. والصحراء الغربية ما كانت أبدا مغربية حتى تكون مغربية اليوم في 2024، ولا كانت مغربية في 75، ولا كانت مغربية قبل 75، ولا كانت مغربية في القرن 16، ولا كانت مغربية في أي زمن من الأزمان. والملوك نفسهم يعترفون بذلك، ولكن ما يقدوا يجاهروا بها مباشرة لكم انتم، دائما يخفوا هذه الحقيقة. إذا احنا كشعب صحراوي ثقنا في الملكية ومشينا معها للاستفتاء. إذا يقول محمد سالم أحمد العبيد: 6 سبتمبر ذلك التاريخ الذي وضعنا فيه ثقتنا في المنتظم الدولي. يصادف يوم أمس الجمعة 6 سبتمبر الذكرى السنوية 33 لدخول وقف إطلاق النار في إطار مخطط التسوية الأممي حيز التنفيذ، وذلك سنة 1991. هذا المخطط علاه تناولته معكم لأنه نبغوا الناس يفهموا تقريبا كرونولوجيا مشكلة الصحراء الغربية. باش تفهم مشكلة الصحراء الغربية مهم تفهم الكرونولوجيا كاملة اللي مرت منها الصحراء الغربية. هذه الكرونولوجيا فيها موعد مهم جدا، هو وقف إطلاق النار في 1991 اللي قبل به الحسن الثاني، بعد ما كانت ضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قوية للجيش الغازي المغربي. وبالمناسبة الحسن الثاني هو اللي طلب وقف إطلاق النار وليس الجيش الشعبي الصحراوي، بالرغم أن الجيش الشعبي الصحراوي أقل عددا تقريبا تعداده آنذاك 15,000 مقاتل صحراوي، في مقابل الجيش الغازي المغربي كان تقريبا 180,000. تصوروا 180,000 ضد 15,000. هذه 180,000 هذه 180,000 مدعومة بالدعم الخليجي، عندهم الأموال من الخليج، وعندهم كذلك دعم من فرنسا ومن قوى خارجية، ولكن رغم ذلك ما قدوا يهزموا هذو 15,000 مقاتل صحراوي اللي هما يمثلون شعب يعني مشتت آنذاك، فيه اللجوء وفيه ناس موجودين في المدن المحتلة. إذن تم القبول بمخطط التسوية سنة 1991، مخطط التسوية الأممي الإفريقي الذي بني على المقترحات المشتركة بين المنظمتين، بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي، الموقع عليهما قبل الطرفين في 30 من أغسطس 1989. إذن في 30 من غشت 1989 وقع الطرفان على مخطط التسوية، أي أنهم قبلوا الطرفان. ما هي الجزائر والمغرب، باش نعود واضح معاكم باش تفهموا، باش المغاربة اللي مدوخينكم بالرواية المخزنية. الاتفاق راه تم بين المغرب وجبهة البوليزاريو، ليس بين المغرب وجبهة والجزائر، وليس بين المغرب وموريتان مثلا، ولا بين موريتانيا والجزائر، ولا بين الجزائر، لا، هذا الاتفاق تم بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب
وبين المغرب اللي هو غازي. إذا كل هروب من النظام نحو يعني جعل القضية جزائرية مغربية هو تعبير على الفشل في قدرة المغرب على هزم الشعب الصحراوي. كل ما شفتوا المغربي هرب نحو الجزائر عرفوه انه ما قد يهزم الشعب الصحراوي، وبالتالي يقول المغاربه راحنا مشكلتنا ما هي مع الصحراويين، عندنا مشكله مع الجزائر. والحكم الذاتي على من عارضينه انتم؟ هذا الحكم الذاتي اللي تتكلموا عنه لمن عارضينه؟ لمن عاطينه؟ على من سيعرض؟ على الجزائر؟ واش الجزائر اللي تقول ما عندكم انتم الحكم الذاتي؟ لمن قابلين، لمن دافعين انتم هذا الحكم الذاتي اللي تتكلموا عنه؟ في النهاية تدفعوه للبوليزاريو، لا تقترحوه للبوليزاريو. هذه البوليزاريو اللي مرة تقولوا راهي منظمة إرهابية، واش انتم تقترحوا الحكم الذاتي على منظمة إرهابية؟ على حد تعبيركم يعني تقبضوا منظمة إرهابية وتدخلوها معاكم وسط المغرب تحت السيادة اللي تقولوا المغربية، وتحت الخارجية المغربية، وتحت الشرويطة الليوطية، وتحت كذا، وتحت عندكم منظمة إرهابية. راه انتم وحدكم متخاصمين لا مع روسكم. انتم كنظام لانك شفار، لانك واحد النظام شفار، واحد الشفار، واحد المجرم قطع طرق، عنده لماس وعنده السكاكين وعنده الحشيش وعنده الجوانات وعنده قلة الأدب وعنده قلة الأخلاق وعنده ما يعرف يصلي، ما يعرف يعبد، ما يعرف يتكلم، ما يعرف يقوم بأي شيء في الاتجاه الديني. بالتالي يبغي يفرض إرادة ذيك البلطجية. احنا هما اللي نتحكموا، احنا اللي كذا. شكون اللي تكون انت؟ لا شيء، انت رانك لا شيء. انت لو كنت شيء لكنت راجل مع الرجاله. يعني تكون انت شيء، تكون راجل، تجي وتدخل مع الرجاله يكون عندك خطاب مقبول، يكون عندك خطاب رجولي، خطاب المواقف. ولكن ما عندك ولا شيء. ايش عندك؟ عندك الكذب وخلاص. يعني انت لما تحصل تهرب، لما تحصل في شي نقطة معينة تهرب للأمام باش الناس تتبعك. خلاص، هذا الشيء اللي واقع لكم مريم وغيرك. إذن هذا الشيء اللي وقع، أن الطرفين يعني وقعوا هذا الاتفاق يوم 30 غشت 1989، وحظي بتوقيع الطرفين وبمصادقة مجلس الأمن، صادق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وصدر بشأنه قرار 690 القاضي بإنشاء بعثة المينورسو أو بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. هذه بعثة المينورسو اسمها باللغة العربية. المينورسو ما هي اسمها باللغة العربية؟ اسمها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. خلونا نحلوها لكم، خلونا نحلوها كلمة بكلمة. بعثة ميسيون الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء. شنو هو الاستفتاء؟ شكون اللي معني بالاستفتاء؟ المغربي؟ لا، المغربي ما هو معني بالاستفتاء. معني به الحسن الثاني؟ لا، الحسن الثاني ما يشارك في الاستفتاء. معني به محمد السادس؟ لا، ما هو معني به الاستفتاء. مريم معنية به؟ لا. البزناز هذا معني به؟ لا. الشمكارات وهذو بنات الليل اللي موجودات في أوروبا؟ لا. سويميرة مولات الطاقية؟ لا. ذاك عويلي الهولندا هذاك اللي فمه مفتوح النهار كامل هذاك حتى هو معني بالاستفتاء؟ لا، ما هو معني بالاستفتاء. شكون اللي معني بالاستفتاء؟ من هو اللي معني بالاستفتاء؟ وزير الداخلية المغربي؟ لا، ما معني بالاستفتاء. وزير الخارجية المغربي البرويطة؟ لا، حتى هو ما معني بالاستفتاء. شكون اللي معني بالاستفتاء؟ معني به الصحراويون، والصحراويون هو فقط. شكون هم الصحراويين؟ محمد السادس صحراوي؟ لا، ما هو صحراوي. برويطة صحراوي؟ لا، ما هو صحراوي. سويميرة مولات الطاقية صاحبة البغرير والملاوي؟ لا. ذاك اللي يبيع الملاوي في أرجنتين عادل القادوري حتى هو معني بالاستفتاء؟ صحراوي هو؟ لا، ما هو صحراوي، هو بركاني. هو شكون اللي معني بالاستفتاء؟ اللي معني بالاستفتاء هو الصحراوي وفقط. معناه انت يعني المغربي حاشر راسك، مدخل راسك، يعني كأنك امام الملف اليماني وانت مغربي ومدخل راسك مع اليمانيين، حاشر راسك وسط اليمانيين. من بعد هذوك اليمانيين اللي يتفقون بينهم ويطردوك انت برا، يقول لك انت برجع
معنا فار الدقيق كذلك، هذا فار الدقيق مثلا معني بالاستفتاء، ما هو معني بالاستفتاء، هذا يسترزق بالاستفتاء، يسترزق بالصحراء الغربية، يسترزق بالجيش، يسترزق بمعاناة الجنود الخوتو، الجنود اللي مطرودين من الجندية، هذوما المرتزقة الحقيقيين. ومحمد السادس أكبر مرتزق في موضوع الصحراء الغربية، وبرويطة أكبر مرتزق في الصحراء الغربية، وعمر هلال من أكبر المرتزقين بملف الصحراء الغربية، وذوك اللي يبيعوا ويشتروا معاهم في القنصليات ويفتحوا القنصليات في الصحراء الغربية من أكبر المرتزقة في الصحراء الغربية. بينما الإنسان الصحراوي هي قضيته أرضه، قضيته أرضه مهما كان تواجده، والله كما كان زيادته، والله مكان عيشه، والله مكان خدمته، دائما يبقى هو صاحب تلك الأرض، لأن هذه الأرض ينقال لها الصحراء، والصحراء للصحراويين، للصحراويين. الصحراء ليست للرباطيين، وليست للمراكشيين، وليست لسواسة، وليست لزايان، وليست لعبدة، وليست لدكالة، وليست للجبالة، وليست لأهل الجهة الشرقية في المغرب، وليست لأهل الجنوب الشرقي في المغرب. الصحراء للصحراويين، وليه نتموا معاكم حتى تقبلوا بهذا الموضوع، ليه نتموا معاكم بالنفس الطويل وبالحجة والدليل والاحترام والكلام الجميل والكلام المعقول والكلام المقبول حتى تقبلوا هذه القضية، لأنه نعرف بأن المسافة اللي بينكم وبين موضوع الصحراء الغربية كبير. احنا الآن نقربوا المسافة، لأن النظام المخزني خدم على هذا الموضوع. النظام المخزني 50 سنة وهو يبعدكم بالشعارات وينفخ وغادي سعداته والعيني عينية والأرض أرضي. أرضك بيش؟ أرضك بيش؟ باش هذه أرضك؟ حطيني باش أرضك بالبيع. شو بيع؟ بيع بيع قال لك بيع تاش؟ ايش هاد البيعة هذه؟ بيعة تورث؟ بيعة منين يموت واحد عنده بيعة يحطوها مع الدار ومع السيارة ومع المحل اللي عاد عنده، والله التجارة اللي عنده، والله الأموال اللي في البنك، يحطوها معاه يقسموها، يجيبوا العدول يكتبوه يقول لهم نعم كانت عنده بيعة لدونالد ترامب وحتى هي تقسم على أولاده. البيعة لا تورث. البيعة بمفهومها القديم هي بيعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن، ولكن فرضا مشينا معاكم في هذا الحبال اللي انتم عايشين فيه، البيعة لا تورث إلى بيع واحد ذاك يتعلق به هو مع ذاك اللي بايع هو وخلاص، إلى ما تنقطع بيعته ولا تورث ولا تفرض على الآخر. يعني خوم بايع دونالد ترامب ليس مفروض على خوه كذلك يبايع ترامب. خويا انت بايع ترامب الله يعاونك، بايع صاحب الدجاجه بايع صاحب الدجاجه، بايع بيبي بايع ما نعرف كاع شنو هو السرطان ولا الكرطان ولا ذاك الكريب الاحمر كامل اللي دخلوه لروسكم. احنا لا علاقه لنا به، الله يعاونكم، بايعوا والله اشروا مع الملوك. اذا نكملوا. إذن عفوا، تأسست بعثة المينورسو بناء على قرار أممي رقم 690 في مجلس الأمن الدولي، وصدر في التقرير الأمين العام اللي تحت عدد S 22464. مرحبا وسهلا من جعفر. والذي بفضله شكلت أكبر خطة تنفيذ لتنظيم والإشراف على الاستفتاء يختار فيه الصحراويون. واحد قال لك أصبحت منبوذا. نعم أصبحت منبوذا من أنا كاين اللي يبغيني وكاين اللي يكرهني. ذاك اللي يبغيني شكون هو؟ اللي صاحب الحق. صاحب الحق يبغيني، صاحب الباطل يكرهني، عادي جدا. ولا كرهني صاحب الباطل، شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ نعم أصبحت منبوذا من صاحب الباطل.
لأنني أقوم بتوعية الناس الذين يوجدون على ضلال. أنا نشرحها لك، أنت رانك ترددها قاع ما تعرف شنو معناها، ولكن أنا نشرحها لك باش تفهمها. نعم، أصبحت منبوذا من طرف النظام الملكي ومن يسير على خطاه، لأنهم أصحاب الباطل ويدافعون عن الباطل ويريدون الباطل أن يبقى، ونحن نحارب الباطل ونعتن الناس الحقيقة باش الناس تستفيق. واضح لك؟ هو تم نابذني، راه ما عندي مشكلة، راني لاهي نموت إلا تميت انت نابذني، لاهي نموت لا لاهي نسخف لاهي نقطع عني الأكسجين. كالأخ المبين الذي يعني بسببه تم يعني تشكيل خطة لتنظيم الاستفتاء يختار فيه الصحراويون الذين تحدد هويتهم على أساس الإحصاء الإسباني لسنة 1974. على أساس الاستفتاء الذي أجرته إسبانيا عام 1974. هل فيه المغاربة؟ انتم ياك جيتوا 75 في الكيران في الكاميون، انتم ياك جيتوا لا في الكاميون، والله جيتوا في 75 ما شفناكم، جيتوا في 74 ما شفناكم. لا يوجد قبر مغربي واحد في الصحراء الغربية قبل 75. لا يوجد مغربي واحد في الصحراء الغربية قبل 75. لا توجد إدارة مغربية قبل 75 ولا إدارة مغربية واحد. لا يوجد مسجد مغربي ولا مدرسة مغربية في الصحراء الغربية قبل 75. كيفاش هي مغربية؟ باش مغربي؟ ليش مغربي؟ لا مغربية وخلاص، لا بغيناها ندوها. تدوها لما يكون ما عندها شعب، من ما يكون عندها شعب دوها. جيجي مرحبا وسهلا. من تكون أرض سايبة وما عندها شعبها وما عندها أهلها وما عندها أولادها وما عندها بنات، دوها، جروها معاكم، دوها للمغرب، جيبوا لها القنانب وجروها معاكم، دوها للمغرب، سكنوها في المغرب. ولكن عندها هذيك الأرض، عندها أهلها، عندها شعبها، عندها بطلات فحلات، وعندها صحراويين أبطال شجعان، وعندها شعبها، وعندها مجتمعها المدني، وعندها دولتها، وعندها مؤسساتها، واللي راجل اللي تقدم. خلوا الدرون وتعالوا، لكن انتوا رجالة دخلوا المناطق المحررة، من تكونوا رجالة خلوا الدرون، بيعوهم في الجوطية، قولوا محمد السادس يبيعوا لكم في الجوطية، بيعوهم في الجوطية، وتعالوا رجالة ودخلوا الأراضي المحررة باش نشوفكم واش رجالة والله شمايت. اما اللي يتخزن وراء الطائرات المسيرة ويقول لك انا راهي ارضي، وهو ما يقد يتقدم حتى متر واحد في الاراضي المحررة، معناه على انه جبان. ويقولوا لنا انكم جبناء، قولوا لنا رانا جبناء، ماشي تقولوا لنا رانا شجعان وديناها ما تديناها، ما ديتوا ولا شيء. فيها 4 أعلام اليوم، الصحراء الغربية فيها 4 أعلام، ما فيها عالم واحد. فيها العالم المغربي اللي هو عالم اليوطي، وفيها عالم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وفيها عالم الأمم المتحدة، وفيها عالم موريتانيا. 4 ديناها باش شديت. انت واحد الكائن يدور في مكانه، يعني انت انسان يدور في مكانه، او نظام سياسي يدور في مكانه، يعني دائما هكذا تعيشون، هكذا تخاصمين مع راسكم، عارفين بأن الأرض ليست أرضكم، ولكن تبغوا تبينوا بأنها أرضكم، ولكن باش الواقع يكذبكم. الصحراء الغربية نعم يسيطروا عليها 70%، يسيطر عليها الاحتلال المغربي، و30% تحت سيادة الشعب الصحراوي والجيش الشعبي الصحراوي واللي راجل يتقدم، والقويرة تحت وصاية موريتانيا بموجب اتفاق بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقي الحمراء والذهاب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وبين بين موريتانيا. يعني الاتفاقية اللي تنظم منطقة القويرة ما توقعت بين المغرب وموريتانيا، لا، صححوا معلوماتكم.
وقعت بين موريتانيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وهذا الشيء خافين عنكم، خزنين عنكم، لأنه ما يبغوكم تعرفوا الحقيقة. إذن الصحراويون الذين تحدد هويتهم على أساس الإحصاء الإسباني سنة 1974 بين خيارين لا ثالث لهما، إما الاستقلال أو الانضمام. الاستقلال أو الانضمام. إذن هذو مطلبين اثنين أو خيارين اثنين أمام الأمم المتحدة، أمام الشعب الصحراوي. جابتهم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. ومحمد والحسن الثاني كان خايف، طبعا خايف من نتائج الاستفتاء، لذلك راوغ باش ما يتنظم الاستفتاء. وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في فترة كان الجيش الصحراوي منتصرا عسكريا. رانا عدلنا لكم حلقة خاصة على عبد السلام العبيدي، لأن عبد السلام العبيدي كان آخر معركة عسكرييه يقوم بها جيش الاحتلال المغربي، وقلنا لكم الكواليس التي تمت فيها هذه العملية. قلنا لكم على أنه عبد السلام العبيدي العقيد اللي كان يريد أن يبين المقبور الحسن الثاني على أنه قادر على صنع انتصار في نهاية هذه الحرب. قال له تعال نكملوها بانتصار. نفس عقلية المخزن، يعني مع عقلية المخزن مازالت لا تتطور، راهي عنده ذبابه وعنده هو كذلك. لأن احنا نحاربوا عقلية، احنا ما نحاربوا ناس أجساد، لا احنا نحاربوا عقلية. عقلية المخزن أنا ذاك في نهاية الحرب قال لك تعال نبين بأنني أنا منتصر. هو راه مهزوم ومدمر، وعنده الأسرى 4500 أسير، وعنده 67 طائرة طاحت، وعنده ربابنة الطائرات معتقلين، وعنده عنده خسائر كبيرة جدا، عنده 33 ألف قتيل مغربي، وعنده الجرحى، وعنده 120 مليار دولار اللي كانت خسارة الحرب ماديا في هذه الحرب، حسب اسمه الأستاذ الجامعي المكاوي، وهو أستاذ جامعي مغربي. أمام هذه الخسائر كاملة كان باغي يبين للمغاربة على أنه منتصر في هذه الحرب، عكس كهنا مرحبا وسهلا. فالذي حدث ماذا؟ اللي حدث على أنه جاء عبد السلام العبيدي الضابط العقيد عفوا في الجيش الملكي المغربي، وجاء عند الحسن الثاني وقال له شوف خليني أنا نعدل لك آخر عملية في الحرب، وندخل لك نطارد الصحراويين حتى الأرض موريتانيا. يعني الغرور. قالوا خليني أنا نبين لك حنتي دي كيف يقولوا في المغرب، أنا لين عند العملية مهمة جدا بالراجيمات وبكذا، ولين طاكي البوليزاريو، ولين ندمر البوليزاريو، ولين نتبعهم حتى ندخلهم الأراضي الموريتانية، ونعدلوا حنا نصر، ونجول هذو الحشاشين هذو المحشين في المغرب، ونقول لهم لقد انتصرنا في الحرب، وإحنا الحمد لله، شوفوا جيشنا، وشوف عبد السلام العبيدي، وشوفوا كذا. ولكن ايش كان ينتظرهم في ظرف 16 يوم؟ بعد لقائه مع المقبور الحسن الثاني حدث على أنه مشى عبد السلام العبيدي باش ينفذ هذه العملية، وقتل عبد السلام العبيدي على يد الجيش الشعبي الصحراوي. ولما عارضته جبهة البوليزاريو على الحسن الثاني أن يقوم بدفنه وتسلمه في المغرب، رفض تسلمه. قال له هذاك لا جندي عادي دفنوه، ولا لوحوه، ولا عطوه الكلاب، ولا عطوه الضباع، ولا. ودفن عبد السلام العبيدي في الأراضي الصحراوية المحررة بقبر مجهول. هذا عبرة لكل معتبر، عبرة، ولكن لذوي الألباب، ماشي اللي عندهم الحريرة في الراس. اللي عنده الحريرة في الراس لا يفهم هذا الكلام. 16 يوم باغي يؤذي الشعب الصحراوي، وباغي يدعي شجاعة لا يملكها. قالوا الله سبحانه وتعالى يلا تفضل سير، يلا نفذ عمليتك. مشى نفذ عمليته ومات فيها على يد الجيش الشعبي الصحراوي. وبالتالي لما عارضته جبهة البوليزاريو على الحسن الثاني باش يديه يكرموا، عدل له جنازة مهمة جدا ويحضرها قادة الجيش ويدفن دفنا محترما، قال لهم لا، هذا كله جندي عادي، دفنوه لوحوه، والله خليه عندكم، والله اللي بغيتوا تعدلوا فيه. دفن في قبر مجهول. اليوم شكون اللي يعرف قبر عبد السلام العبيدي؟
بالمناسبة راه ولده هنا يوجد في فرنسا حسب ما قيل لي، يعيش في فرنسا. يلا اعطونا إذا كان عنده، اعطونا أين يوجد قبر عبد السلام العبيدي. ما كان حد يعرف. هو تحت الأرض. عندنا احنا كصحراويين مدفون تحت الأرض، ربما يجي الشعب الصحراوي يكون عارف منين ندفن. شي تربح فرد دقيق، شي تربح؟ ما عندك ما تربح فرد دقيق، لا أنت ولا غيرك، لا أنت ولا غيرك، لا أسيادك يربحوا ولا أنت تربح، لأنكم تتغذون من الحرام، باغين تعيشوا بالحرام، باغين تعيشوا بأموال الشعب، باغين تجوا للصحراء الغربية تاكلوا ثرواتها، باغين تدوا واحد الأرض ما هي أرضكم، باغين تعتادوا على واحد الشعب، باغين تقبضوا شي ما هو لكم. والله سبحانه وتعالى مولي يساعدكم، مش يساعدكم، يساعد أصحاب الأرض ويدافع عنهم، وانتم ما يهزمكم ولو تكون انتم ملوك، ولو تكون انتم أصحاب قصور، ولو تكون عندكم الإمكانيات اللي ما عند الجيش الشعبي الصحراوي، يهزمكم في عقر داركم. جيبوا كولونيلاتكم، جيبوا جنرالاتكم، جيبوا اللي بغيتوا جيبوه، اللي بغيتوا تجيبوه في أرض الصحراء الغربية، لن يصلح لكم شيء، لأن هيك الأرض طاهرة، هذيك الأرض راه عندها أهل، هذيك راه ماشي أرض سايبة. شو عدلوا هذيك البسالة، مشو عدلوها في شي بلاصة ثانية. هذيك البسالة اللي قبلها منكم حد مشو عدلوها في شي منطقة أخرى، أما هذيك البسالة احنا رانا ما نقبلوها منكم، وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي أنا ما نقبل لكم البسالة راه ما نقبلوها لكم، ونتصدوا لكم لا بالاحترام. احنا ماشي بحالكم انتم نتكلموا بالكلام الساقط والله نراوغوا، لا نأدبوكم باحترام. أي حد يسمع روايتنا يحترمنا، أما انتو شكون يحترمكم؟ ما عندهم يحترمكم. شي من قطاع الطرق، شي من سبحان الله، أشكالكم غريبة، تصرفاتكم غريبة، أعمالكم غريبة، حتى داكشي اللي تدافعوا عنه غلط، وبغيتوا الله سبحانه وتعالى ينصركم أبدا ما ينصركم. إذن كان هناك خيارين أمام الناس الذين سيشاركون في الاستفتاء، وهو يا إما الاستقلال أو الانضمام. وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في فترة كان الجيش الصحراوي منتصرا عسكريا، وأفشل كل خطط العدو، وحول آخرها المتمثلة في جدار الذل والعار إلى جحيم ومقابر جماعية للجيش المغربي، وحظائر لأسر أعداد كبيرة منهم من جنود وضباط صب وضباط ودبلوماسيا. وهون لابد نعت لكم مثلا صورة راني نعتها لكم البارح لزنوديكم، زنود بطاطا. تعرفوا زنود بطاطا؟ أي زنود بطاطا، هم زنود بطاطا. انظروا كم من أعداد احنا كنا نأسر آنذاك. شوف بطيون كامل ندوه، فريق كامل ندوه، 200 300 400 نجروهم بحال كأننا جرين الدجاج مدينو شور مخيمات اللاجئين الصحراويين. هذا هو الجيش اللي بغيتوا تحاربوا به، هذا هو الجيش، جيش بطاطا، جيش مطيشة، جيش الدجاج، جيش نيدو، جيش المحشش. هذا هو باش يتحاربوا انتم في الصحراء الغربية. أنا لو كنت منكم، لو كنت قائدكم، بمجرد يؤسر هذا العدد من الجنود نسحب جنودي ونمشي، نرجع للزريبة عندي. شوفوا كم الضباط، غير الضباط، كل شيء. هذا هما باش يتحاربوا انتم. اللي يسمع فامكم ولسنتكم يقول انتم عندكم شي جيش أكبر من جيش أمريكا، انتم جيش بطاطا، جيش المحشش، جيش نصه مخمور نصه محشش، كل الأمراض والشذوذ الجنسي موجودة فيه، والحشيش موجود فيه، والشراب موجود فيه، وعدم الصلاة موجود فيه، وقلة الأخلاق موجودة فيه، وبناء الخيريات موجودين فيه. وتتحاربوا باش تعتدوا أرض الناس ظلما وعدوانا، باش يتحاربوا. بسكم تحاربوا بالعقيدة. مقاتلين الصحراويين شجعان. مقاتلين الصحراويين كانوا يدخلوا على هذو في الليل ويجيبوا عشاهم، يسرقوا عليهم عشاهم، هذو يطيبوا العشاء والثانيين يسرقوا عشاهم، ماشي لأنهم جيعانين باغين ياكلوا العشاء، لا، فقط يبين لهم شجاعتهم، على أنه راه قاد المقاتل الصحراوي يتسلل من متر ولا مترين ويدخل من بين الألغام ويدخل حتى لعند هذو الجبناء ويسرق عليهم عشاهم ويديه. هذا راه كاتب التاريخ،
تجيب لي انا بطاطا بغيت تحارب؟ المغرب ما فيه ولا شيء، المغرب راه لا شيء، المغرب لا جيش لا درك لا بوليس لا إدارة لا وزارة لا قصر لا تلفزة لا إذاعة لا أي شيء، المغرب لا شيء. سولوني أنا نعرف أكثر. لا شيء، ما هو مبني ولا على شيء، لولا التدخل الأجنبي، لولا دوك القوى الخارجية اللي تساندو طاح من زمان. ولكن هو عزكم الله بحال الوسيطة، مستعد يبيع ضميره من أجل باش يبقى في الحكم. هذا هما الملوك العلويين اللي حاكمين المغرب، مستعدين على أنهم يبيعوا كرامتهم للدول الخارجية والخليج والنصارى والفرنسيين والإسبانيين، وقاعدين يضحوا بالبنات المغربيات والأبناء المغربيات. السينيال قاعدين يضحوا بكل شيء من أجل باش يبقى النظام فقط. احنا قالك عندنا الجيش عندك الجيش، عندك بطاطا ولدي. من تشوفوا جندي في الشارع يطالب بحقوقه، له 12 سنة وهو يطالب بحقوقه، واش من جيش؟ أي جيش هذا اللي يطالب بحقوقه؟ جندي اللي غير قادر حتى على أنه يحصل على حقه في التطبيب بعد ما خرج من التقاعد، ما هو حاصل على حقه في التقاعد، وما عنده حقوق عائلية وما عنده ولا شيء. تقول لك عندنا جيش. ايش من جيش؟ انت لا تستطيع حتى تدافع على حقك البسيط من نظامك، ما تستطيع. تعال احنا نعتو لك، تعال عندنا احنا نعلموك كيف تدافع عن حقك. تعال عندي انا نعلمك كيفاش تدافع على حقك. تعال عندي انا نعلمك كيفاش نقد نتحدى النظام الديكتاتوري الملكي 12 سنة. تعال تتعلم مني الدروس في الصمود، والدروس في الثبات، والدروس في النضال اليومي، والدروس في الدفاع عن الحق، والدروس في رفض التساوم. ما يساومني حد 12 سنة. تقول لي انت خائن، كابوس. أنا كابوس من النظام الملكي، كابوس. ما عرفوا، جربوا 20,000 خلطة باش كانوا هم يقدوا يخترقوا فلان بن فلان، ما قدوا. إذن كل ما عاشه الجيش الغازي هو جحيم، مقابر جماعية، حظائر لأسر أعداد كبيرة منهم من جنود وضباط صف وضباط. ودبلوماسيا كانت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تحصد الاعتراف تلو الآخر، وتتحول عنصرا فاعلا داخل المنظمة الإفريقية. في الوقت اللي صاحب الدجاجة آنذاك المقبور الحسن الثاني هرب من هذه المعادلة. تحياتي، مرحبا وسهلا. وعامل توازن واستقرار بالمنطقة، وتخطوا بشكل جيد وسريع في اجتياح ساحة أمريكا اللاتينية. الصحراويين مشاو لأمريكا اللاتينية وعدلوا مكانتهم، مشاو لإفريقيا وعدلوا مكانتهم، جاوا لأوروبا وعدلوا مكانتهم. وانتم لماذا لا تستطيعون أن تنافسونهم في أمريكا اللاتينية؟ خلي الحقائب البيع والشراء. هم عندهم قضية عادلة. لما يمشوا لكوبا يسمعوهم السياسيين في كوبا ويفهموا عدالة قضيتهم. يمشوا للمكسيك ويسمعوهم المسؤولين في المكسيك ويعرفوا عندهم قضية عادلة. انت ما تجيبوا الباليزة، تجيبوا الدولار. هاكو الدولار وبيعوا واشتروا معانا. ما عندكم حتى خطاب، أنا نعرف ما عندكم حتى خطاب تبيعوه للعالم، لا يوجد. إلا ما عطيتوا الباليزة ما يسمعكم حد. إلا ما عطيتوا الرشوة، إلا ما جيتوا للمسؤول هذاك في شي دولة أمريكية والله أوروبية، تقول له شوف تعال عندنا المراكش، راه كاين البنات، كاين الأطفال، إلا بغيت شي أطفال راه موجودين، القاصرين راه موجودين. وعندك الأوتيل راه خالص، الشوا راه موجود، الشراب راه موجود، كل شيء على حسابنا، السيارات كل شيء على حسابنا، النقل على حسابنا. تعال مرحبا بك، ولكن تعال كذب معانا، قلنا راهي الصحراء مغربية، خلاص. احنا ما نعرفوا كيفاش تخدم وزارة الخارجية المغربية ولا المخابرات الخارجية المغربية، لا جات رانا عارفين.
وتجيبوه لمراكش تصوروه في شي اوطيل وتبقى تبتزوه، تقول له شوف الفيديو الاول، ها الفيديو الثاني، ها الفيديو الثالث، راك الا تكلمت ننشروا لك الفيديو. الشيء معروف عند النظام الملكي. وهذا درك هذا نظام. هل هذا نظام يدافع عنه الإنسان؟ هل هذا ممكن الإنسان يأتمن لهذا النظام؟ هذا نظام مجرم خاصو يتحاكم، لأنه ضيع أموال الناس في التفاهات. النتيجة صفر. هذاك الدبلوماسي يجي يضحك عليك وانت تضحك عليه. فين هي شرعية القضية اللي تدافع عنها؟ لا وجود للشرعية. ما كاين الشرعية، وراه اللي يبقى هي الشرعية. شي كامل يطير وتبقى الشرعية في النهاية. تبقى دائما الشرعية هي المنار، هي اللي ترجع لها الناس في النهاية. لو كان ما هي الشرعية كاع ما قدروا نتكلموا هون. يلا حدثونا انتم عن إنجازاتكم في ملف الصحراء الغربية. أخرجوا لنا شجعانكم في المغرب. جيبوا لنا شي دكتور يشرح لنا تاريخ الصحراء الغربية من وجهة نظركم. جابوا لنا هذاك المعتوه سكران، هذاك نور الدين بن الحداد سكران نهار كامل والليل كامل قاعد يتكلم، قال معركة العيون، معركة بوجدور، معركة البطيخ، معركة البغرير، معركة الحريرة، معركة الكذا. وش هذا؟ هذا هو التاريخ؟ هذا هو التاريخ اللي تحكوه؟ لا، اعطونا على المستوى الدولي، اعطونا شروط شنو هو الاستفتاء، من سيشارك في الاستفتاء، ونشوفكم فعلا بانكم اصحاب قضيه. وإلا كان لا تجيبوا لنا طومنا واحده متحوله الجنسيه تبقى النهار كامل هي تتكلم بكلام الساقط. واش هذا هو حججكم؟ هذه هي دفاعكم؟ جايب لنا شي من الجراء، شي من الكلاب، واحد مقدم، واحد شيخ، واحد حارق لإسبانيا خدام مع المخابرات الخارجيه في اسبانيا، واحد كان في صبويه الى يامس، واحد كان في تبع مراني الى يامس، واحد كان في فني الى يامس، جايين يتنابحوا هون وراء حسابات وهميه. قال لك لا يحروا الصحراء الغربيه. فين تحروها؟ ما قدوا عليها كاع الاساتذه الجامعيين، تكد عليها انت اللي حارق البارح في فلوكه ماشي لإسبانيا قبل ان تتلقفك المخابرات تعطيك كارتيه انعاش. ايش هذا المستوى؟ اخرجوا لنا شجعانكم، جيبوا لنا الاساتذه والدكاتره. ومن يجينا واحد هون يسمي راسه الشيخ والله الشيخه يقول لنا شكون هو، من هو باش نعرفوا احنا مع من نتخاطبوا. لا والشيخه نتحاور انا مع الشيخه. جيب شكون انت، ما اسمك، ما اسم ابيك، نعت لنا صورتك، قول لنا تاريخك، نجيب لك انا السيفيه وجيب لي انت السيفيك، جيب لي انت سيرتك الذاتيه المهنيه وجيب لك انا سيرتي الذاتيه والمهنيه ونتحاور انا مع شيخه مقدم في داخل المحتله خدام مع المخابرات يشكم بين يظل نهار كامل يجمع القوارو في المقاهي كيف الكلب، حالته كيف الكلب. قال لك تحاور معاه، تحاور انا مع مقدم. اخرجوا لنا شجعانكم، جيبوا لنا شجعانكم، جيبوا لنا الابطال، جيبوا لنا ابطالكم. ياك عندكم الابطال والله، ابطالكم يجمعوا القوارو في المقاهي، يجمعوا القارو في القهوه. هذوما الابطال عندكم انتوما. طومنا والله ما عرفتش الكوافوره. واش الكوافور اللي يدافع لك على الصحراء الغربيه؟ كوافوره اللي يدافع لك على الوحده الترابيه. يعني المخابرات المغربيه اليوم ما تجابر حتى حد يدافع لها عن هذا الطرح. هو خالك. نقترح عليكم على أن نتوقفوا عند هذا الحد، على أساس أنه نخصص إن شاء الله ربما الجزء الثاني والجزء الثالث، لأنه المقال مازال طويل. وكيف شفتوا لأنه تقريبا أننا لحقنا ساعة على ما أعتقد. نتحدى سيدكم محمد السادس يعدل ساعة من البث بلا وثيقة بلا ورقة. هل يستطيع سيدكم؟ ياك سيدكم دارس في المدرسة الملوية ويتكلم اللغات وكذا، عدل لنا شي ساعة على الوحدة الترابية. أنا سامح له يجيب النظارات، نقول له يجيب معه النظارات، ما عندنا مشكل. هل يستطيع سيدكم؟ هل يستطيع برويطة المخزن أن يقوم بساعة من البث يوميا؟ ماشي ساعة، 3 سوايع ونصف في النهار من البث. ما نصح حتى إلا بغيتو نكملوا نزيدوا ساعتين ثانيين ولا 3، ما عندنا حتى مشكل. ما عندكم باسكم ما عندكم قضية تدافعوا عليها.
أنتم مخلصين باش تقوموا بدور معين وفقط. أنتم ناس ما عندكم قضية تدافعوا عليها. هذا هو الفرق بيننا وبينكم. نحن كشعب عندنا قضية ندافع عنها، وحتى إذا بدينا ندافع عنها بتلقائية، ما عارفين هذا اللي ندافع عنه ومقتنعين به، وحتى اللي سمعوا منه يقتنع به. أما أنتم راه صاحب دجاجتكم شي يقول لكم؟ شعبي العزيز إن الوحدة الترابية لا مساومة فيها ولن نفرط في سبر من أرضنا. هو راه عنده سبتة ومليلة المحتلتين. الشعبي العجيل. وقال جد الرسول صلى الله عليه وسلم: والوحدة الترابية. وسأقوم بوضع النظارة وبنزع النظارة، ولقد نسيت النظارة في القصر، ولقد بعثت المخازنية يجيبوا لي النظارة، ولذلك انتظروا معي حتى تجي النظارة باش نشوف، لأنني لا أستطيع أن أتحدث عن الوحدة الترابية. إن الوحدة الترابية لا مساومة فيها. الترابية الله يدفنك فيها إن شاء الله. الله يدفنك في هذه الوحدة الترابية، ومن يدافع عن هذه الوحدة الترابية الله يدفن فيها، لأنكم اعتديتم على الشعب أعزل، قالوا الشعب الصحراوي، ولكن الشعب الصحراوي ليس شعبا جبانا، ماشي شعب جبان كيفكم الجبناء. يا الجبناء يا مصاصين الدماء، يا الذين تتغذون على أراضي الغير وعلى ثروات الغير، في الوقت اللي انتم تعيشوا كلاب في المغرب، كلاب عند النظام الملكي. هذا فرد دقيق وغيره من هذوك الزنود يعيشون كالكلاب عند محمد السادس، بحال الكلاب. يظلوا نهار كامل تلقاهم كيف ذوك الكلاب الضالة حدا البرلمان، واحد لهي واحد هون، واحد لهي واحد لهون. قال لك هو صاحب الدجاجة لا يعطينا حقنا. راك تشوفوا حقكم، ستتوفون واحد وستتوفون بحال الكلاب. قطع هذا قطعوا ونشروا لهذوك الزنود، تقول لهم والخائن رضا الليلي وقال رضا الليلي. أنا ما عندي مشكلة، أنا عندي حتى مشكلة. أنتم تتوفون بحال الكلاب في المغرب، وستتوفون هكذا بحال الكلاب، لأن النظام يعاملكم كالكلاب. لو كان النظام يعاملكم معاملة محترمة ما فيكم واحد يكون في الشارع. تكتب رسالة للإدارة يجاوبوك يعطوك حقك، وما تكتب لهم هاي رسالة يعطوك حقك بلا كتابة. لا، انتم تكتبوا ويحتقروكم، وتكتبوا ويحتقروكم، وتظاهروا ويحتقروكم، وتجيبوا الكرتون هاي المرة ويحتقروكم، وتزيدوا ويحتقروكم، وماشيين تنباطحوا. لا الانبطاح فين ما تخرجوا في شي فيديو تبقوا تبكوا على سيدكم. فينك صاحب الدجاجة، واحنا مزندين، واحنا الا بغيتنا نمشوا معاك نموتوا معاك. وما عنده ما يعدل بيك. اش يعدل بيك انت؟ ما انت باش يمشي حارب بيك. هو عرف بانك لا قيمة لك كجندي، لا قيمة لك، ما عندكش الشجاعة، لان المشكلة مازالت مطروحة عليه. هو الان شاري الدرون. هو لو كان حسم مشكلة الصحراء الغربية بيك انت كجندي ما يحتاج درون اليوم. هو الان شاري 123 طائرة درون في العالم، ملايير الدولارات صرفها محمد السادس باش يشري طائرات الدرون. لو كان لقى فيك الفائدة أنت كجندي شجاع ومقاتل فعلا حقيقي لكن حسمت المعركة في الميدان، ولكن ما حسمت المعركة، جبت له الذل والعار. كانوا يسوقوك بحال الغنم. هذاك الرعد السميدة الجلال والجلال السميدة والله اسمه، هذاك النهار اللي اعتقلوه كيف ما قال المقاتل الصحراوي محمد صالح، ما اعتقلوه قضى حاجته في الباسو. نهار اللي اعتقلوه ضيع لهم السيارة، عادوا يغسلوه بكل المال اللي عندهم. قال لك حنا جنود أبطال شجعان، الله يرحم فلان والله يرحم فلان. لا الغجدامي كان راجل، ولا العبيدي كان راجل، ولا أفقير كان راجل، ولا الحسن الثاني كان راجل. والرجولة هي اللي تنقصكم، لأن الرجولة راه مواقف. الرجولة مواقف. الرجولة هو لما تبغي تظلم، وحتى لو كانت عندك القدرة على الظلم تتراجع عن الظلم. انتم ظلمة مع سبق الإصرار والترصد. انتم سبحان الله تظلموا ويقبض الله سبحانه وتعالى رويصاتكم، يحككم على الأرض، يقول لكم يا الظلمة اتقوا الله، اتقوا الله الظلمة، اتقوا الله. بمجرد ترفعوا الرأس تقولوا له أنا بغينا نظلمه مرة أخرى، خلينا نظلمه، ويقبضكم. كذلك الله سبحانه وتعالى يحكم على الأرض.
حكم كذلك، وبمجرد ترفعوا الرأس ترجعوا هكذا خلقتم، هكذا تربيتوا. لماذا؟ لأنكم تربيتوا على الظلم، تربيتوا في أسر ظالمة وفي مجتمع ظالم وتحت إمرة نظام ظالم، بالتالي أصبح الظلم هو جزء من حياتكم. شكرا جزيلا لكم. لمن أراد مشاهدة هذه الحلقة سنبثها لاحقا عبر القناة في اليوتيوب. تحياتي لكم، شكرا جزيلا من جعفر، هبة، المحجوب، عبد الحليم، وكل المكبسين والمكبسات والمشيرين والمشيرات، تحياتنا لهم جميعا. القدس لنا شكرا كذلك حتى أنت، تحياتي خرجت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.